السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض أسهل وأطعم طريقة بطاطس بالفراخ. لو عندك عزومة هتشرفك قدام ضيوفك، بجد هتبهرهم. شايفين لون البطاطس حلوة ازاي؟ هنعمل رز بشعرية وهنعمل سلطة بلدي. تابعوا معايا الفيديو. أول حاجة هنقول بسم الله. المكونات معايا هنا وركين غسلاهم كويس ومتبلاها، ومعايا بصل، ومعايا بطاطس مقطعة حلقات، ومعايا فلفل، ومعايا عصير طماطم. اول حاجة هنعملها هننزل بمكعب زبدة. اول ما الزبدة تبتدي ان هي تسيح معانا هننزل عليها بالبصل اللي احنا مقطعها حلقات. نقلب البصلة في الزبدة زي ما حضراتكم شايفين كده، واول ما البصل تبتدي ان هي تدبل معانا ننزل عليها بالفراخ بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي ان احنا نقلب الفراخ مع البصلة لغاية ما تاخد معانا لون كويس معانا، وابتدي ان انا انزل عليهم بعود قرفة وثلاث ورقات ورق لوري بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. وابتدي ان انا اقلب الفراخ مع البصلة كده وتاخد من ريحة وطعم البصلة. واول ما الفراخ تاخد معايا لون بالشكل دوت ابتدي ان انا انزل عليهم بمية مغلية واغطي عليها واسيبها ان هي تتسلق. واهم حاجه ان احنا ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول ما الفراخ تبتدي ان هي تستلق معانا بالشكل دوت ننزل عليها بالفلفل، وبعد كده ننزل عليها بعصير الطماطم، وننزل عليها بالتوابل. التوابل معايا فلفل اسمر، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه بهارات لحمه، معايا رشه بلحه جوز الطيب. واسيب الصلصه تتسبك مع الفراخ بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واول ما الصلصه تتسبك ابتدي ان انا هنقل الفراخ في طبق لوحده، وابتدي انزل على الصلصه المتسبكه بالملح واظبط ملحها، وابتدي انزل عليها بالبطاطس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. واسيب البطاطس تتسبك كده مع الصلصه بالشكل ده. واول ما البطاطس ان هي تبقى داخله على سوا ابتدي ان انا اجيبها واغرفها في صينيه او في طاجن عندي وادخلها الفرن. واول ما البطاطس داخله على سوا شلتها وحطيتها في صينيه كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ارصها في الصينيه وابتدي ارص عليها الفراخ بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وادخلها الفرن. وبعد كده ادخلها الشوايه تاخد لون من فوق. واول ما الفراخ تاخد معانا لون اغرفها بالشكل ده في الاطباق. والف هنا على قلوبكم، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم بجد واشرفكم قدام ضيوفكم. رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.